عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. اهلا وسهلا بيكم في قناة مطبخ بيتنا. النهاردة باذن الله هنعمل معاكم طريقة بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة، ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت. باذن الله لما تجربيه على الطريقة دي هتعمليه على طول بنفس الطريقة ونفس المكونات، وطريقته سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف المقادير اللي معانا، ويلا بينا نسمي الله ونشوف المقادير. اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين معايا كوباية من المية، كوباية من المية نفس الكوباية بنفس المقدار دقيق. انا حطيت في الكوباية دي كوباية الا ربع دقيق ابيض، والربع التاني ده دقيق سميد زي ما انتوا شايفين بوريكم كده. سميد اللي هو دقيق البسبوسة. ممكن تستخدميه كله دقيق ابيض عادي، مفيش مشاكل. ومعايا ذرة من الملح، وربع كوباية من الزيت، ومعايا بيضتين، ومعانا معلقة فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. جبنا كده الحلة بتاعتنا وهنحط فيها المية والزيت، وهاخد المكونات دي واروح على النار بعد ما اول ما نحطها على النار بعد ما المية تغلى هنشوف ايه اللي هيحصل معايا. انا كده حطيت الحلة دي على النار وهنشوف ايه اللي هيحصل معانا كده. انا جبت الطبق ده وحطيت فيه الدقيق والنشا وخلطتهم كويس جدا مع بعض، وهحطهم كده على المية اللي هي غليت قدامكم دي. زي ما انتوا شايفين كده هقلب فيهم كويس لحد لما تتشكل معايا عجينة. ابتدت هنا خلاص تلم معايا عجينة. انا في الفترة دي يا بنات كنت طفيت عليها النار على طول. ادي العجينة بتاعتي خلاص بعد ما شربت يعني المية وتكونت معايا عجينة تمام زي ما انتوا شايفينها كده. بفردها في الطبق وهسيبها تبرد. انا هسيبها حاليا تبرد خالص. انا البيضتين دول يا بنات انا حاطه عليهم رشه فانيليا، وهنزل بيضه بيضه على العجينه زي ما انتوا شايفين كده، وبنزل بيضه بيضه وهعجنها كويس، وهرجع انزل التانية. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت التانية وهعجنهم كويس قوي مع بعض وهلمهم كويس مع بعض. ما تنسونوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان لما انزل فيديو جديد يوصلكوا على طول باذن الله. هنا انا بقى كنت يعني بعجنها كويس. هنا بقى خلاص انا هجيب القمع بتاعي. ويستحسن يا بنات ان هو يكون القمع القماش ده يعني البلبلة بتاعته بتبقى ايه يعني عريضة شوية، بتبقى احسن من ده. ده القمع بتاع الكيس اللي هو الكيس الحلواني. يعني هو ما كانش موجود غيره فانا عملت بيه. لكن يستحسن ان انتوا تجيبوا القمع القماش. بيكون احلى من كده بكتير يعني. بس ده برضو هتشوفوا عمله ازاي وكان طعمه جميل جدا، وهتشوفوا شكله حلو برضو. ما هو الجيش قال لك اتصرف. انا خلاص هنا حطيت الكمية كلها في الكيس زي ما انتوا شايفين كده، وده شكله. هروح بقى ايه هنا جبت المقص وبقول لكم حطوه في الزيت يعني بلوه في الزيت. احنا بقى هنا هنعمل معاكم الشربات. معايا هنا كوبايتين من السكر وكيس فانيليا وكوباية مية وعصرة ليمون لو انتوا عايزين تحطوا عصرة ليمون. الشربات البسبوسة يا بنات يعني شربات الزيوت عموما، الزيوت دي اللي هو بلح الشام والبسبوسة اي حاجة بتتعمل في الزيت دي لازم تكون شرباتها تقيلة جدا، ولازم تحط فيها عليها الشربات باردة. البلح الشام يا بنات ما بياخدش بيكنج باودر خالص، ولا البسبوسة ولا الزلابية ما بياخدوش بيكنج باودر. انا حطيتهم كده وقلبتهم تقليبة وخلاص. هو ما بتاخدش وقت خالص، 10 دقايق على النار وطفيت عنها وسبتها تبرد. هنا بقى خلاص انا رحت بالقمع بتاعي كده على الزيت. زي ما انتوا شايفين بقى بتقطعوها التقطيع اللي انتوا عايزينها.
عايزينه اكبر من كده ماشي، اصغر من كده تمام، لكن هي اصلا كده كده لسه يعني هتنفش معانا وهتشوف شكله عامل ازاي. كل يعني كل بين واحدة واحدة بينه المقص في الزيت. يا بنات الزيت لازم يكون زيت بارد تماما، يعني مش زيت مغلي، لا زيت بارد تماما، لازم يكون الزيت بارد. لان يعني لو حطيته في زيت مغلي، يعني لما اكون خلصت اخر واحدة هيكون الاول اتحرق. ما ينفعش خالص، لازم يكون زيت بارد. وانت كمان الكمية اللي معايا لو عملت اكتر من طاسة، لازم اسيب الطاسة تبرد خالص، الزيت يبرد خالص، وبعد كده ابدأ اعمل تاني. ما ينفعش بعد ما اشيل دول احط التاني على طول، لا ما ينفعش خالص. هو من البلح الشام ده من الحاجات السهلة جدا، وطريقته سهلة وبسيطة وبيديك نتيجة حلوة جدا. هو خلاص هنا بقى دخل، يعني خلاص بدأ يصفر زي ما انتوا شايفين. بوريكوا هنا يعني بدأت تصفر ازاي، لكن مش هو ده اللون اللي انا محتاجاه خالص. بوريكوا هنا انا كنت بخبط عليها وهي لسه في الزيت وسامعة صوتها. هنا بقى خلاص انا طلعته زي ما انتوا شايفين شكله، ونزلت بيه بقى ايه على الشربات على طول. هنا الشربات كانت باردة، لازم يا بنات يكون الشربات باردة. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بخبط لكم عليه حتى هو في الشربات، يعني شكله جميل وطعمه كان جميل. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.